اليوم غادي ندويو على العاقة، عمار، الفلوس والروابط في المغرب. هذا الموضوع فيه شفافية ديال بصح، وحتى الجمهور ما عارفش بزاف ديال الحوايج اللي ضروري يعرفهم، ومعايا انا غادي تعرفهم. بمعنى انا في هذا الفيديو بعيدا عن القصص وغادي نجيب الملاحظة من التفاصيل الصغيرة. شكون هما اغنى الروابط في المغرب، وشحال عندهم ديال الفلوس، وشنو مصدر الثروة ديالهم من دون بيك، ديزيدروس، وإل جراندي توتو، وزيد. اول حاجة خاص نعرفو هي كيفاش الروابط في المغرب كيدخلوا الفلوس. فالطريقة اللي كيدخلوا بها الروابط الفلوس كتعتمد على مشاهدات يوتيوب، اي العوائد الاعلانية، منصات الاستماع، اي منصات ستريم، يعني من ستريمز بحال مثلا سبوتيفاي، انغامي، ابل ميوزيك، وديزر الى اخره. وهنا فين كيجمعوا شوية ديال العقبة باش يعيشوا شوية الرفاهية. ندوزو للحفلات والمهرجانات، اي شو كيس، وهذه كتعتبر اكثر مصدر للدخل، بحيث اي مهرجان مشى ليه شي رابور كياخذ واحد البورسونتاج منه بادي من 5000 درهم وانت طالع. وراه الا كان المهرجان مثلا منظم من طرف الدوله فراه تما الرابر اللي كيشارك كيتخلص بالملايين. ندوزو للبلان الاخير اللي هو الاعلانات او السبونسور. فالروابا كيديروا دي كولاب مع شركات عالميه، سواء في الحوايج، اكسسوارات الى اخره. وهذا البلان غنطرقوا فيه مزيان وغنتفصلوا فيه مزيان في واحد الفيديو كليب ديال إل جراندي توتو. دابا نمشيو للمهم اللي هو ابرز الروابا اللي عندهم اعلى دخل حاليا في المغرب. فاول رابور من الروابا اللي عندهم اعلى دخل هو دون بيك. دون بيك باقي من الرواد اللي داروا اعلى دخل في المسيره، بحيث انه كان كيشارك في المهرجانات وعده برامج. وما نساوش انه خدا وسام ملكي، وبطبيعه الحال دعم كبير من الدوله. ندوزو لثاني رابور واللي هو طاني. عارف بلي ما غاديش يجيكم في بالكم، ولكن راه من الروابا اللي كيدخلوا فلوس مزيانه. فطاني من الروابا اللي خداو شعبيه كبيره في السنوات الاخيره، فدار بزاف ديال السبونسورشيبس ودي كولاب مع ماركات عالميه. وما نساوش انه عنده ملايين ستريمات على منصات الاستماع. ندوزو ستورمي والدراغانوف. هاد جوج روابا هادو ولا عندهم حضور قوي في الطوندوس المغربي. فالدراغانوف معروف بالخدمه ديالو سواء مع بعض الروابا وعدد الستريمات الهائل اللي كيجيب، وحتى المشاركه ديالو مع الشركات والاعلانات. وستورمي بحضوره القوي في عده مهرجانات سواء هنا ولا فرنسا، وعدد الستريمات الهائل اللي عنده على المنصات والمشاهدات الطالعه على منصه يوتيوب، وهو من الروابا اللي كيخدموا انترناسيونال. ندوزو للرابور اخر واللي هو الفرده. الفرده واحد الرابور اللي ما كيبانش مزيان، ولكن السيد عاطيها للخدمه ديال بصح. فراه فين ما لاح شي البوم كيتلاقى نجاح اللي هو كبير من عند الجمهور، وراه كيدخل مبالغ محترمه من ستريمز وحتى المشاهدات على يوتيوب. وما نساوش باللي الفرده عنده دي فان اللي هما لويال، اي عنده دي فان اللي هما اوفياء. دابا ندوزو لاخر رابور معانا في هذه القائمه هذه، واللي كتعتبر اكثر رابور تحقيقا للارباح في المغرب، اللي هو إل جراندي توتو. فخونا كيتصدر المشاهد بارقام قياسيه محليا ودوليا، فعنده ملايين ستريمات على منصات الاستماع. وما نساوش العدد الهائل ديال اللي فيت مع فنانين انترناسيونال، وكيدير بزاف ديال لي شوكيس سواء في المغرب ولا خارج المغرب. وراه لي شوكيس راه باينين معروفين سواء في فرنسا ولا حتى في اسبانيا. وراه اول رابور كيطلع في موازين على منصه السويسي، وهو اكثر رابور استماعا في الشرق الاوسط حاليا، وعنده براند خاصه به. والى دوينا على السبونسور والاعلانات اللي كيدير فراه لا تعد ولا تحصى. فنعطيكم مثال في تراك ديال سالاد كوكو مثلا غيبان لكم اشهار لشركات وماركات بحال اديداس بطريقه اللي هي ذكيه. وراه مازال جايه حلقه على إل جراندي توتو بالتفصيل. وما تنساوش تعطوني الراي ديالكم في التعاليق، وشي سبسكرايب معاك راه كتعني ليا بزاف. كان معكم عبدو من قناه ديلياك، بسلامه.